كيرن سأيوب إلا كرنكم كرن سأيوب تام كرنكم كرن سأيوب تلفزيون أسنا باربسات بادر 26 is frequency 10,004 vertical symbol rate 7,500 جماعات وسنبرنيش تتقدم تقدي بشبكة انترنت ما اجل تتابعوا ولا تقدروا حر راديو توم. السلام عليكم حيثما تنسيت كرين سأيوب يوم 10 أكتوبر سنة 2010 وحتى جمعتو كان يوم كرين سأيوب من نمبر أخبار اجل كراجلكم كسل فرس أخبار. معسكر إريتريين لاجئين دي بتجراي إن تحبعوا لقطوا مسلحين عسكر كل إريتريين لاجئين كما اقتطفوا لجنة منظمة مظاهرات إريتريين لاجئين من أدي سبب حبرت لبالراديو رينا شرحام. دي بلاد فناتا دول العالم لهلو إريتريين إقلات ليبيا حالة أكيد لهلو مواطنين سدايت منقفوا قلت تقبلهم لتكسس مظاهرات ودوم. تابع استقبار ثمت أنحكم تفاصيل الكلام لكم. معسكر إريتريين لاجئين دي بتجراي عند تحبعوا لأتوا مسلحين عسكر إريتريين لاجئين كما تطفوا لجنة منظمة مظاهرات إريتريين لاجئين من أدي سوا حبرت لبالراديو رينا شرحام. من لجنة مظاهرات إريتريين لاجئين لاتهم مرجيتا سولومون وجدي تسفزجي من سرهم أقاربنا إلى قطوفام للولا ركبة وحبرم اللهم من معسكرات قطوفام للولاجين اتينيت اتسار للسجلوا ولا قبلك بنشاء سياسي على لهم كمتهم حبروا من الله عسل كل لاجيس كلاس ما يوم أكود الهلام دانيل أقبازجي وهي لزجي في الساعتين من معسكر معينين مكانن تركي بدير معسكر شمال بالعالم سامي وارون للتبهلو من معسكر أد حريش كمتهم تأمرام اللهم معسكر إريتريين لاجئين عند أتوا لاجئين لا تطفل له هويتهم من ما يتأمرات مسلحين جبت تحرير ويان التجراء يقول لك بقدروا للبل شك هلام معسكر إريتريين لاجئين تقليم التجراء اهتمام مجتمع عالم عند حجلام بإيركي بنبرة ما وخدمات عافية عند الجرس مشكلة اقتطاف وزماتي الأكيات تل معسكر إريتريين لاجئين لها كمتن للجنات أسفاق أداتم أنفار لجنة منظمة مظاهرات إريتريين لاجئين الدنقوبام حكومة فدرالية إثيوبيا دحنا إلى أري مسلحين قبل اللو إريتريين لاجئين قلت أكد اتأرد دحنا قلت أقصدهم ولا دي منظمة مجلس كران لفرمت اتا قضية لاجئين لتكسس قلت حشيم ودي فعل قلت أولا ثانيتم. لبلاد فناتا دول العالم لهلو إريتريين إقلات ليبيا اتحالت اكيت لهلو مواطنين لنقفوا بقبي إقل سباسا لكسس مظاهرات ودوم اللوم الدول أوروبا وأمريكا لهلو إريتريين اتاودوا مظاهرات كلن لدول لهلايا سفارات ليبيا اترأس لاجين ليبيا قبلها الجرائم إقل لوادحو إلن ومجتمع عالم لقضية اهتمام إقل لهبا أن نتبه لكم تتأمرام إريتريين حيث سلام وعدل التمظاهرات رافع عمل على شعارات قوات أمن ليبيا اترأس لاجئين ودول اللو قتل ساجنات عذاب واغتصاب أنسات للعارض كمتو لتأمرن التحلفة أيامات سبسلطة طرابلس ألاف لاجئين نايلا فناتا يدول اند سبتوكم ساجنوهم وأسكسس نفر قتولامكم اللو تقاري الحبروم يسللهم ثبوتام للولاجين
حد كلمة وحمسة أجروس كم هلو يونيسيف كم حبرات أنس أمسي وحراسات ما سجونات كم هلايا وكيل لاجئ منظمة مجلس كران أتأمرام اللهم كرنا إلى مظلومين إجل لقبوت لطفنات دول مظاهرات ودول الأوريترين دحنا إلى لاجئين إجل تتأكد دي بسال سيد دولة إجل لتوطنوا طلبه اللوم سمت تنسيتنا اليوم دولوا على الأخبار دي بالله تام هلام مثل كل سيوبت لكم حيث تنسياتنا يوم كل وقت موضوع طبعتنا ما تامكم اللينا سلف في قاد الصحفيين وفنانين بحود الزعوتات حنتيلة بلاريس لدى لبرنامج مسؤول منتوم كلاون دنقو موضوعنا أقلية معارضة إريتريا متمثلة حنتيلة بلاريس مسناش السياسي اسمان حجاي لقبت مقابلة كالاي كفال متابعتكم ومشاركتكم دي بنسي بأولاي موضعنا اجلنا انبج مسؤول منتو مرحبا بكم حيثما تنسيت برنامج مسؤول منتوم من اللي اندأت لنا في قادة الصحفيين والفنانين بحودة الزعوتات حنتيلة بلاريس للدالة التحالف الثامن كالاي كفال لك قدمنا لكم موضوع يوم سلسة كفال قلنا قدم لكم توم اتلنا يوم سلسة كفال اختطاف كاتب منادل إدريس سيدة بحرين مراسل جريدة تجيناي منادل قبره واتقالاتام وصحفي حامد محمد سعيد حامي سينين التلفزيون الرسالة قسم عرب العلاء اجن رئيتو متابعتكم انسين منادل إدريس سيدة بحرين سنة 1935 جندا عند تولد العبام من سنة 1907 اتنداء لقل الحريات تحابر وروت من قدعين منادلين جب الشعبيتهم اتنداء لبسا دفو مسكنهين بعجلة تتحرك علام كاتب منادل إدريس سيدة بحرين كل قصة حكاير وأورد كتاب لكاتبة مواطنتم إدريس بحرين أورد منا من سنة 1957 تعليم اللغة الأم لأيادة أنفار لحزب علام حقو بزح سنين لكن تعليم اللغة الأم نتيجة سنة كمية أمثار عيون دقيران وواضح تهاجم دي بجريدة إريتريا الحديثة اللي على حلمنا اقلب الأنباتام في يوم 10 فبراير سنة 2000 جريدة إريتريا الحديثة لفقرة تبعات مسؤولين وزارة التعليم سياسة التعليم بلغة الأم اقلمي بجبر والدوام اقلمي مرا الشعبي لأتم اتلبل كاتبام حريمات بجريدة سجيناي سياسة التعليم عامة وفنتي تعليم بلغة الأم لا تعقب كتب كاتبام بالموقف اللي هي لنظام أن ذكرته اقل تابعا باتام اتوارح سبتمبر سنة 2000 حتى جرايد كاس دبايا
ومليت ندالو اقل منادل إدريس أبعري مجموعة أسرحمس لعلو مسؤولين حكومة متقطفو إدريس أبعري مان اتسيسكت تبقيست باسهل على مسل حمام دكوب من موت الحلف للبل هلا تمثل حكومة اللي هي من دالو وعباي مسؤولين لعلو تقطفو من هجاي باترام إدريس أبعري وزارة عمل ورعاية اجتماعيات مدير عام علام وزيرة نايلة وزارة لعلت اسكالو من قريوس قل وزارة اجتماع عند وديت مجموعة أسر حمس وطن لطلمو توم عند تبي جريمة البسطهم بعره كما بعدام دي باجتماع هادرام لعلو إلا هجيالا لنا اسكالو ساكت قل حلافاي حزام انتي اللهم سنين يقل إلا وطن لنا دلو في الراس جريمة يقل تلبيسهم يتقدري اللهم كلهم اللي ندال لمرحو ميرحتهم كما تبيلال هليكي مجرمين قبو من قبي اتمحا كمان لتقدموا بيلايا وقل اسكالو اي تاجتماع اي سموا اسمعيام أبا عريكن اندلت هاجي لتمسوا أمر عالم دميلي لتكبت هجيان لسامع لكن اقل إذامي حرام أزاقيسي إدريس أبعركن بيلين ندتيل كأسئلهم اقل الأكوكي بيلايا سكالو كما إلا بيلايا وديت لهجيا اتمام باهات حتام هجيا أبعره تاما فتام نتجبي بعدامكم أبتحوا أمورتم بعدام ابتحاما من قبل لكن هتاما أقول لك هاينين توم تقول لهم لعلت كم واتعروا أكيد توم إدريس أبعر لكن حقول لك ورح أكتوبر سنة كليل فحتى أتطفوا ومكراي عقووا إدريس أبعر من السيدة مريم إدريس شكروك بالقيس لتتبه الولد والدتهم بالقيس مثل والدايتا مريم اتلجو عند تنبر والداي قلتري السيد تنبر هليت والداي مريم السيد إدريس شكروك اتمدد حكم ملك هيل السلاسة بسياسة سجون علام مريم قرزي بهليت والداي السجن تزاير وتريالت بالقيس ولا تدري سبعر لكن والداي يكون اقل تزاير وتريو التايا سجون هلا كمان قلت أمر بكت راكبتي هليت ديب إلا هلا أزل فرق فنجا مستعمر ملك هيل سلاسة وفنجا مستعمر سياسة فرقي وعسابتهم كاتب منادل إدريس سعيد أبعرين اجتماع بين انترناشنال اتا ابنتي كير بهلت كرسي فادل اللي تأمر بدمير اندت فقدا شارك تاريخهما بحجير لتقرى حتى عمل هي اللي فادل هلا كرسيون وسون دت قصاتو تاريخو قل داقم نتمنى كاتب قبره وتقالاتام منادل إجابة تحرير إريتريا الدرجة مسؤولية باتهدي بنتوم وتوبي عند التبتاتو السنبل سجون علام السنة 1977 إجابة تحرير لوديت عملية تحرير سجانا من سجن سنبل لفقر وروتوم أباهو أسجب التحرير من ساحة إريتريا سودان تأتين من حديث الجبهة نهد العلام حقول لا دي ورح مايو سنة 1907 حتى دي بإريتريا لا ترى تغيير شعبيات من سودان دقت طفتو إريتريا كم آتي تلت هدق قل كم سنة السجن دا على فقرام من سجن كم فقرام مراسل جريدة سجينين دقابا شاكام قدم لجرايد نايلة خاص اندي للدبال على السنة كل ألف من حديث اندت كطفا مكرايد قويت
السبت كاتب جوريهات قالتام بزحل الأمر لبوم إلا حدث حبري إلا ما من بين إريتريا لا تركبتام صحفي حامد محمد سعيد حامد CNN دي بتلفزيون إريتريا قسم عربي مدالية برنامج ريادة علام أمبل اللي ما دي بقسم متابعات وسائل إعلام علم تابع علام برنامج محطة تلفزيون أمريكا CNN تابع سبت على اللي لقبل لي لا تأتم صحفي حامد CNN مقدر التكنين على تلوم هذه انتو اللي تهاجي اتجوتت ليلة حابر وهي بسهد فتكمي على بزحام اللي يعملش هدولون حامد CNN يوم 15 فبراير سنة كليل وكليم بالحكم ظالم قطفان حتى دولكم قطفات تاي حلال دل الألبوم من قال أنفال تركبت حبري وبزه تأكيدات الألبام مثل سفارة يمن إريتريا علاقات على تقل كان دبيلو وقت طفولت بهل بلقبت تقبل لكن من قطفت أكام فلان هلا إيت بهلام حسام التنسيق برنامج مسؤول منتوم في قادة الصحفيين وفنانين بحود الزعوتات حنتي لتبلا رئيس لدى موضوع ثبت اختطاف كاتب منادل إدريس سيد باريم مراسل جريدة سجيناي منادل قبره وتكالتام وصحفي حامد محمد سعيد حامد CNN من تلفزيون إريتريا قسم عربي لدى برنامج مسؤول منتو سالفة كفالتي باللتام هلام رابع كفالتة متسامن قلت قدم لكم تو أسكو دحم وسلام
كيرن سأيوب. طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة في إذاعة سايوب والسادة المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كان تحدثنا في المرة اللي فاتت أو المرة الماضية عن كيف يفكر العقل المعارض أو تفكير المعارضة الإريترية، ونسبة لضيق الوقت كان اختصرنا في بعض الشروحات أو تفكيك آليات تفكير المعارضة الإريترية. وكان وعدنا بأنه نحن نتحدث عن قضية ما هو المطلوب في المرحلة القادمة من الشعب الإريتري، وما المطلوب من المعارضة الإريترية. يعني دايرين شنو من الشعب الإريتري ودايرين شنو من المعارضة الإريترية في المرحلة القادمة. أول حاجة طبعا الناس كلها بتتحدث عن صعوبة العمل من الداخل، وطبعا لا شك انه الناس برضو صعب عليها انها تعمل من الخارج إلا من خلال إنها تشرح الوضع الداخلي للمنظمات الأممية، للأصدقاء الدولة الإريترية أو المهتمين بقضايا حقوق الإنسان والمسائل دي، يعني وعمل فاعل للمشهد الإريتري في المجتمع الدولي، عشان الناس يعني في النهاية تتعاطف مع المعاناة اللي قاعد يعيشها الشعب الإريتري في الداخل. لكن في النهاية زي ما ذكرنا احنا، القضية متعلقة في الأساس بالحراك الداخلي، برغبة الشعب في انه يحدث التغيير ويحدث التحول الديمقراطي. ايش المطلوب من الشعب الإريتري بالتحديد؟ يعني عايزين شنو نحن من الشعب الإريتري؟ اول حاجة النظام ده خلال الفترة الماضية كلها، خلال 30 سنة اللي مضت، كان بيحقق في أهداف، عنده أهداف محددة هو شغال عليها. هذه الأهداف إنها يمارسها من أجل إنه تظل الدولة مختطفة في مشاريع الأحادية، وهي زي ما ذكرنا احنا التقرنة والفئوية والشخصية. يعني أسياس الحين هو إريتريا كاملة بشعبها وبأرضها هي مجرد
عنوان لأسياس ولنزواته ولرغباته وللأمراض اللي موجودة داخليا، لأنه في النهاية نحن لازم نفهم هذا الرجل رجل نكرة غير معروف، يعني ليس من الأسر الإريترية المعروفة. أوكي. الثورة جمعت كثير من المتعاطف معها من جنسيات في منطقة الجوار، جمعت صوماليين، جمعت سودانيين، تعاطفوا معها اثيوبيين، تعاطفوا معها جيبوتيين، حتى تعاطفوا معها عرب، وكانوا جزء من آليات الدعم والنصرة للشعب الإريتري. فكيف يبدأ الشعب ده يحارب النظام في ظل عدم وجود حريات يمكن من خلالها يمارس حق التغيير؟ من ضمن هذه الآليات الخروج للمظاهرات السلمية تشكيل التنظيم ذاته، تشكيل الناس في خلال التنظيمات والرغبات الفكرية والأيديولوجية اللي موجودة المتاحة في الدنيا. أول حاجة عشان نبدأ نحارب، مثلا النظام عمل شنو؟ يعني مثلا النظام ده عمل زي ما ذكرت انه هو فرض لغة التجرينجا كلغة رئيسية، وكان الهدف هو محاربة اللغة العربية ومحاربة أهل الثقافة العربية. واللغة العربية هي لغة جامعة لمجاميع القبائل الإريترية، يعني الناس دي كلها عندها لهجات بتتكلمها، لكن في النهاية الشيء اللي يجمع بيناتهم اللي هو العربي. وممكن تكون بعض العربي طوالي التجري مثلا هي لغة ممكن بيتكلموها أكثر من قبيلة أو هوية موجودة في إريتريا، وتعتمد عليها في لغة التواصل أكثر من التجرينجا نفسها. يعني تجرينجا واحدة من اللهجات المحلية اللي كان اللي بتتكلمها مكونات محددة. أوكي. لكن الحين بواقع الهيمنة فرضت على جميع الناس، وفرضت من خلال انها اصبحت لهجة تحولت من لهجة اللي فيها الى لغة مكتوبة، وكان في شغل منظم في الاتجاه ده. تاني حاجة النظام اشتغل على قضية افقاد الشعب ثقته في نفسه من خلال العملاء اللي موجودين المتغلغلين داخل الشعب الإريتري من أبناء الشعب الإريتري، و بشكل مخيف. يعني حتى داخل الأسرة تلقى الناس بتخاف من أفراد معينين لأنهم هم عيون للنظام، وأصبح التعامل يعني مع هذه الحالة أصبح صعب جدا جدا. يعني فإيش اللي مفترض يعمل الشعب الإريتري في الداخل؟ أول حاجة يبدأ يكثف في تعلم اللغة العربية، يعني مقاومة مضادة. يعني الناس داخل إريتريا يجب عليها أن تتحدث باللغة العربية، أوكي، أو توحد في لغة التجري مثلا، أوكي، ولا تجرايد، أوكي، تحاول تتحدث اللغة دي في جميع معاملاتها. هم حيفرضوا عليك داخل الدوائر الحكومية يتحدثوا بالتجرية، لكن أنت كثف الحديث بلغات واللهجات الثانية خارج إطار المنظومة الحكومية باللهجات الثانية باللغات الثانية، اللغات الجامعة. وزي ما ذكرنا اللغة العربية هي لغة جامعة، فالناس تركز إنه تتحدث باللغة العربية وتتعلم اللغة العربية. دي واحدة من أدوات المقاومة الناس اللي ممكن تشتغل عليها. الشعب برضو يبدأ
في عملية بناء الثقة. كيف مثلا العيون هذه الشغالة والجواسيس الناس الشغالة، الناس تحاول تلفظها من المجتمع، يعني ما يتعامل معها، ما يشترى منها، ما لا يباع لها. اوكي، تبدا تمارس عليها نوع من الضغوطات تنبذها من المجتمع. يعني انسان اذا حسيت انه هو ممكن يكون عين للنظام او يكون جاسوس يعمل لصالح النظام داخل المجتمعات المحليه، اوكي، او من خلال التعاملات في الدوائر المعروفة، الناس تبدأ تتجنب الحديث معه، يعني يشعروا انه هو مش من المجتمع هذا. يعني انت ما حتقول له انت جاسوس ولا اي حاجة، لكن مجموعة اجراءات تركز عليها من ضمنها انه ما تتعامل معه، ما تجلس معه، اذا لقيته في مكان قاعد وهو موجود فيه تتحرك من المكان هذا، ما تجلس معه، لانه ما في مساحة بتاعت حوار. انت ذاته ممكن تحاول تتحاور معاه وتناقشه في الدور اللي قاعد يقوم به في اضعاف النسيج الاجتماعي. يعني معروف الشعب الاريتري هذا لا عنده مشاكل دينية ولا عنده مشاكل مع شخصية معينة، بالعكس هو شعب كل الظروف اللي كانت عليه، وكان شعب متماسك في الداخل، ما كان في فكرة بتاعت هذا، ولحد يوم الليلة ما في قضية هذا مسلم وهذا مسيحي. هذا الصراع أصلا موجود في النخب السياسية، يعني داخل واقع الشعب الإريتري هذا الصراع مش موجود. أوكي، دي نقاط يجب أن نسمن عليها. فتبدأ محاربة هذه الفئات من داخل المجتمع الإريتري، وتحاربه محاربة حسية بحيث يحس ويستشعر هذا الأمر ولا يصرح به. ثانيا، وده مهم جدا جدا، انه الناس داخل اريتريا تبدأ تنظم نفسها بحيث تتواصل مع المعارضة الاريترية من خلال القنوات البسيطة المعروفة، يعني من خلال قنوات آمنة ومعروفة، والشعب يختار بنفسه. يعني الشعب هذا عنده تجربة نضالية كبيرة جدا معروفة، يعني ما يحتاج الناس توريه يعمل شنو. يعني انت في ظل الاستعمار كان عنده دور كبير جدا، الاستعمار الانجليزي والاستعمار الايطالي لحد الاستعمار الاسوبي اللي كان موجود، والاستعمار الاخير هذا استعمار الجبهة الشعبية. احنا بالمناسبة هذه الفترة وان كانت هي نوع من الاستغلال، لكن كان هذا استعمار والتفاف على حالة النضال الإريترية. بالتالي نعتبر الفترة بتاعت الجبهة الشعبية خلال ال30 عام هذه الاستعمار خلى وكيل، وهو موجود بكل أدواته بأدواره بشخوصه، موجود في هذه الشخصيات اللي هي أنتم تشاهدوها اليوم، ما عندها ذرة من الوطنية، ما عندها إحساس بأنها جزء من هذا الشعب، ما عندها إحساس بأنها انه بالشعور اتجاه هذا الشعب انه قاعد يعاني قاعد يتعب، عنده مشكلة في التعليم، عنده مشكلة في الصحة، عنده مشكلة في الاقتصاد. اوكي، يعني مستحيل انسان يكون من ابناء هذا الشعب ويكون حاقد على هذا الشعب بهذا السلوك وهذه الظروف. يعني مستحيل. يعني انت لو تلاحظ دول الجوث فيها ظروف اقتصادية، في دول بدأت تتحسن، يعني الحين مثلا جيبوتي بدأت تتحسن، حتى في صرفيات مادية للشعب بتاع الصومال بدأت تتغير. اوكي، حتى اثيوبيا نفسها الدولة هذه اللي وفيها شعوب مورس عليها نفس ظروف الاستعمار، يعني مش اريتريا فقط، حتى داخل اثيوبيا كان في شعوب مضطهدة واستعمر. حتى مثلا المسلمين في اثيوبيا كان وضعهم مزري جدا جدا، لكن اليوم شوفوا اثيوبيا وين وصلت. يعني انتوا شاهدوا بس في الاعياد، صلوات العيد، اوكي، المساحات بتاعت الحريات في الاديان. اوكي، يعني احنا ما حنقول مثلا الحريات الكاملة، لكن مثلا بقدر ما 60% 70% في تغيير موجود. فاحنا المرحلة الجاية احنا نطلب من الشعب الاريتري هو يقدم مبادرة. المبادرة هذه يا جماعة بصورة او باخرى بتقوي
المعارضة بالخارج، بحيث إنه الشعب الحين تحول من قضية الأحلام إلى قضية العمل. ده بيشجع الناس في الخارج، بيشجع حتى الأصدقاء، حتى الدول، بأنها تبدأ تتفاعل مع الحراك الشعبي هذا. والناس صراحة تتساءل، يعني يقول لك هل الشعب الإريتري موجود؟ يعني هذا أسأل سؤال مطروح. اتركونا مثلا من المعارضة الإريترية، لكن هل الوطن ده عنده شعب؟ عنده ناس تحميه، عنده ناس تدافع من أجله، عنده ناس تتحرك من أجله؟ الشعب كان في لحظة من اللحظات تقديرنا بأنه هو كان في حالة بتاعت استراحة، صح؟ يعني مرت عليه 30 سنة، وقبل 30 سنة حالة بتاعت استعمار، وجات 30 سنة حالة بتاعت ديكتاتورية واستبداد، لكن كان الشعب بيأمل بأنه المسألة هذه في وقت من الأوقات حتنتهي تتحول الظروف. لكن الحين وصلت في قضية مهمة جدا جدا، أصبحت سيادة الدولة وأمن الدولة في خطر من خلال هذه الممارسات الإحادية. النظام أصبح لا يضع للشعب الأريتري أي اعتبار، لدرجة أنه عايز يبيع الدولة كاملة إلى أثيوبيا، وعايز، هو عنده أحلام كبيرة، هو عايز يحكم إريتريا وأثيوبيا يعني في مجموعة سلوكيات أنت تستغرب فيها. مثلا الجيش الأثيوبي إيش عنده صلاحيات إنه يكون عنده قوات بحرية موجودة في مصوع؟ إيش دخل أثيوبيا في إريتريا؟ لكن الرجل هو بيفكر بعقلية إنه لازم يضع متاريس ومطبات أمام إنه تكون في دولة اسمها إريتريا ذات سيادة وقانون، وفيها حريات، وفيها ممارسات ديمقراطية، وفيها حقوق للمواطنين، وفيها واجبات والتزامات عليهم. يعني في النهاية السياسي يهدف إلى أنه يورث النظام لولده، وأنا ما أعتقد أن الشعب الإريتري يقبل هذا الأمر. ولازم الحين هو في وضع صعب ويحسد عليه، ولازم يتحرك، ونتمنى أنه يتحرك. وشاكر لكم حسن الاستماع، وإن شاء الله في الحلقة الجاية بإذن الله إذا ربنا سهل الأمور نتكلم عن الدور المطلوب من المعارضة الإريترية في المرحلة القادمة، وإن شاء الله نكون قدرنا نغطي على جزء بسيط من هذا المحور المهم جدا جدا. في نقطة مهمة أنا يعني ما استصحبتها في الحديث ده، وهي علاقة الجيش بالشعب. يا جماعة لازم نفهم نقطة مهمة جدا، هذا الجيش من أبناء الشعب الإريتري، ومهما تم اختطافه خلال 30 سنة، لكن تأكدوا 100% إذا كان في حراك حقيقي من الشعب الإريتري، هذا الجيش عنده غيرة، وعنده حمية، وعنده انتماء لشعبه. ففي اللحظة الحاسمة هو حينحاز لهذا الشعب، وحيحقق لهم التغيير ويحقق لهم الرغبات. لكن هو بالمقابل ما عايز يكون أفراده، على الأقل أفراده. يعني مثلا الحركة بتاعت مجموعة ود حجاي إن صح التعبير عنها، إذا كانت لقت سند شعبي، النظام هذا هش كان حيتغير. يا جماعة النظام ده بالمناسبة ما تتخيلوا، هذا النظام بتعبيرنا احنا بنسميه راكوبة. يعني الراكوبة واقفة على أعمدة مسوسة، يعني ما عنده أي أرضية. أول حاجة جميع دول الجوار الرجل ده متأزم معها، عنده إشكاليات في زي ما ذكرنا مع جيبوتي، عنده إشكاليات مع الصومال، عنده إشكاليات الحين مع اثيوبيا، اوكي، عنده اشكاليات مع السودان. يعني داخل في ملفات كبيره جدا، ما عنده نصير. المجتمع الدولي نفسه ما حينصره. امريكا فضت الشراكه معه، صح، هو العميل بتاعها وابنها وهي دعمته كل حاجه، لكن الان هو مش بنفس هذا بنفس القوة اللي موجودة. أصبح هو زي
الشيء المريض المبعد. اوكي، فالناس برضو لازم تتحرك في الاطار ده. وتاكدوا من كلامنا ده، احنا لما نقول لكم كلام قاعدين نتكلم من خلال قراءة للاحداث، من خلال متابعات، ونعرف انه الرجل هذا الحين حاليا اصبح غير مرغوب فيه، وهو قاعد يقود اريتريا الى مشاريع ممكن تكون سبب في فقدنا للدولة وسبب في إشكاليات في المستقبل. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدي نافقية عرف عدي وناني تاريخا كبرن ورجال حزب الله هنصورن. أنا سايك عالكون عدي نافقية نسخاتكم تعبي قشبركا مصبيري ترانا أكلت عمتي هزم ولملمنا سلمتي سراي عد سقال سراي عدينا في غيوس نعناي أبقل قل عن سبا تسيق نسمتي سنحس مخردن كل بفقر حام بيسي أبحماس سعادة فقر تقواديتي مريم اسمريتي سلام كبير لي عديكم الزيت من الله وادرنا بدا عيني الزيت سكر وادرنا بدا لبي عدينا في ذاتي سجلنا بالكني مزح المليتي هاي مسلكي عدي أطعمني زلو زكي عيتر أي مشتاق وسلو عدي فقري سنيد كله زركبا هاجري صباح حلي بابا حرز حزابا كلتا ودبا هاجري تاريخ زبابا أمريكا سيدي مع سيعموني كندا والكيدي مع سيعمون أوروبا سكيني مع سيعموني إسرائيل تخدكو مع سكبلاني عدو سنيد فقري كله زركبا هاجري صباح حلي بابا حرز حزابا كلتا ودبا هاجري تاريخ زبابا أودر على خيدي مع سيعموني عد عرب كيدي مع سيعموني أفريكا وانتري مع سيعموني نبرع عدبنا أصحيتا فينون عد فقري سنيد كله زركبا هاجري صباح حلي بابا حرز حزابا كلتا ودبا هاجري تاريخ زبابا بوكوكي خريفي مسكتات قمتي شويتي بهيجي معرفقناي تمقى زاوتنا مش غداملون سموا خيل لو مصافي غيوم عد فقري سنيد كله زركبا هاجري صباح حلي بابا حرز حزابا كلتا ودبا هاجري تاريخ زبابا ما تقرأ تحلفي تاريخ تسلفي
محلنا لنا إريترا تختمت جسسي إريترا هاجري لبيت منيو حلمي دهنتيو بلتكي معرقتي بعيني كريو طعمك اسمعني كويتاي لمينيو عدى يا بدميا إلى ناقريو عدى يا بدميا إلى ناقريو طعمك اسمعني كويتاي لمينيو العالم نذري نادنا دفتري أفريقيا ويسكوكو أدغي يحباحي نذري ناتما مخرقي الشفاين كاكي ناتنا دفتري إريترا يعدي العالم نذري هاي تمت تنسيتنا يوم برنامجنا قلنا أتمم أخبار إقلت قمقلكم معسكر إريتريين لاجين دي بتجراي عند تحبعوا لأتوا مسترلين عسكر إريتريين لاجين كما تطفوا لجنة منظمات مظاهرات إريتريين لاجين من أدي سوا حبرت لبالراديو رينا شرحام من لجنة مظاهرات إريتريين لاجين لاتوم مرجيتا سولومون وجدي تسفزجي من سرهم أقاربنا إلى قطوفام للولا ركبة وحبرم اللهم من معسكرات قطوفام للولاجين اتينيت اتسال للسجلوا ولا قبلك بنشاء سياسي لي على لهم كمتهم حبروا من الله حسر كلا لاجيس كلاس ما يوم أكود الهلام دانيل أقبازجي وهي لزجي في الساعتين من معسكر معينين ما كنا نتركي بدير اسم معسكر شمال بالعالم سامي وارون للتبهلو من معسكر أد حريش كمتهم تأمرام اللهم معسكر إريتريين لاجين عند أتوا لاجين لا تطفل له هويتهم من ما يتأمرات مسألة جبت تحرير ويان التجراء يقول لك بقدروا اللي بالشك هلام معسكر إريتريين لاجين تقليم التجراء اهتمام مجتمع على من ده حجلام بإيركي بنبرة ماي وخدمات عافية للجرس مشكلة اقتطاف وزماتي الأكيات تل معسكر إريتريين لاجين لها كمتن للجنات أطفاء قداتم أنفار لجنة منظمة مظاهرات إريتريين لاجين الدنقوبام حكومة فدرالية إثيوبيا دحنا إلى أري مثالهم قبل اللو إريتريين لاجين قلت أكد اتأرد دحنا قلت أقصدهم ولا دي منظمة مجلس كران لفرمت التا قضية لاجين لتكسس قلت حشيم ودي فعل قلت أولا ثانية جبلت فناتا دول العالم للو إريتريين إقلات ليبيا اتحالت اكتيت للو مواطنين لنقفو بقبي إقل سباسا لكسس مظاهرات ودوم اللوم الدول أوروبا وأمريكا للو إريتريين اتاودوا مظاهرات كلن لدول لهلايا سفارات ليبيا اترأس لاجين ليبيا قبلها لجرائم إقل لودحو إلن ومجتمع عالم لقضية اهتمام إقل لهبان نتبه لكم تتأمرام إريتريين حيث سلام وعدل التمظاهرات رافع عمل على شعارات قوات أمن ليبيا ترأس لاجئين ودول اللو قتل ساجنات عذاب واغتصاب أنسات للعارض كمتو لتأمرن التحلفة أيامات سبسلطة طرابلس ألاف لاجئين نايلا فناتا دول اندس تبتوكم ساجنوهم وأسكسس نفر قتولامكم اللو تقارير الحبروم يسللهم طبوطام للولاجين حتى كلمة وحمسة أجروس كم هلو يونيسيف كم حبرات أنس أمسي وحراسات ما سجونات كم هلايا وكيل لاجين منظمة مجلس كران أتأمرام اللهم كرنا إلى مظلومين إجل لقبوت لطفنات دول مظاهرات ودول اللو إريتريين
دحنا إلى لاجين إجل تتأكد دي بسال سيد دولة إجل لتوطنوا طلبه اللوم حيثما التنسيق كرنس أيوب لاقي اليوم الدولية ملعلنا برنامج نادي باللي تمم هلا متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئة جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقرنا متحكمتو أسكو دحنا اسمنو